طبعا كلنا واحنا بنعمل دايت وعاملين عجز في السعرات وبنتمرن سواء في البيت او في الجيم بيبقى نفسنا ان احنا واحنا بننزل في الدهون نفضل محافظين على العضلات او نزيد عضلات. فالسؤال بقى، هل ينفع ان انا انزل دهون باعلى معدل ممكن وازيد عضلات باعلى معدل ممكن؟ طبعا المعادله هنا هتبقى صعبه لسبب مهم جدا. السبب ده ان زياده العضلات معتمد بشكل اساسي على حاجه اسمها البروجريسيف اوفرلود، الزياده الدوريه في الاحمال. فانت لو ماشي في عجز سعرات طاقتك مش هتبقى في احسن حاجه، وطاقتك لما تكون مش هتبقى في احسن حاجه مش هتعرف تتمرن باعلى كفاءه، فانت مش هتعرف تشيل اوزان اكتر ومش هتعرف تعمل المعادله اللي انا لسه قايل عليها بتاعه البروجريسيف اوفرلود اللي هي الزياده الدوريه في الاحمال. فانت اعمل حسابك لو انت عامل دايت، ممكن كبدايه لو انت لسه مبتدئ في الجيم تبص تلاقي نفسك اول شهرين يعني زايد كتله عضليه كويسه، بس بعد كده اعمل حسابك ان انت ممكن تزيد من 200 لحد 400 جرام او 500 جرام عضلات في الشهر. وبرضو الموضوع ده بيفرق، يعني ليه